هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 10 من أبريل. وقبل بدء فقرات برنامجنا لهذا اليوم نحب أن نشير إلى أننا سوف نتوقف عن بث برنامجنا في ذا ثقافية بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العالم حاليا، ونكتفي ببرنامج تعليق على الحدث ومتابعة اليومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، راجينا أن تنال فقرات برنامجنا دوما استحسانكم. وأهلا ومرحبا بكم مجددا، ونستهل برنامجنا معكم لهذا اليوم بنشرة للأخبار، ويقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامجنا في ذا ثقافية قراءة لمقال تحت عنوان قواية السرد، ثم يقدم نصا شعريا. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. وزارة الداخلية السعودية تعلق رسوم تجديد الإقامات. جيبوتي تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. الجامعة العربية ترحب بهدنة اليمن وتطالب الحوثيين بالتجاوب معها. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن وزارة الداخلية أصدرت قراراً علقت بموجبه رسوم تجديد الإقامة للأفراد والأسر من الجاليات الأجنبية في المملكة، وذلك حتى نهاية شهر يونيو المقبل. وجاء هذا القرار بسبب جائحة فيروس كورونا والتي تجتاح العالم حالياً. وفي الوقت الذي علقت فيه السلطة السعودية رسوم تجديد الإقامة بالنسبة للأجانب، تقوم كل من السفارة الإريترية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بفرض رسوم على المواطنين الإريتريين ضمن ما يسمى بحملة التبرعات ضد فيروس كورونا في إريتريا. وكنا قد قدمنا ضمن برنامج إذاعة أرينا ليوم الاثنين الماضي تغطية لهذه القرارات التي تأتي في ظل الظروف القاسية التي تعيشها الجالية الإريترية في المملكة العربية السعودية، وسنوافيكم بمزيد من التقارير حول هذا الشأن في برامجنا المقبلة. ذكرت وزارة الصحة الجيبوتية بأنها سجلت أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا يوم أمس الخميس. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإريترية من جانبها بأن عدد الحالات المسجلة رسميا في البلاد للمصابين بفيروس كورونا حتى يوم الخميس وصل إلى 33 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة بالمرض في إريتريا حتى اليوم. وعلى نفس الصعيد، طالب مهنيون وأكاديميون إريتريون من حاملة شهادات الدكتوراه الحكومة الإريترية بالإفراج الفوري عن سجناء الضمير في البلاد واتباع موجهات منظمة الصحة العالمية، وإعادة فتح العيادات التابعة للكنيسة الكاثوليكية والتي صادرتها وزارة الصحة العام الماضي، وفتح الباب أمام المنظمات الإنسانية الدولية للعمل في مكافحة الوباء. رحبت جامعة الدول العربية يوم الأربعاء الماضي بقرار التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين. وطلبت الجامعة الحوثيين بالتجاوب مع المبادرة التي تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم، كما قال الأمين العام للجامعة الدكتور أحمد أبو الغيط. وأضاف بأن الشعب اليمني هو الرابح من هذه المبادرة التي تأتي في ظل مكافحة عالمية لوباء كورونا في العالم. وشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية القيادة السعودية على هذا الموقف، متمنيا أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المشتعلة خاصة في سوريا وليبيا. وقال أبو القيط أن إعلان التحالف وقف إطلاق النار يضع الجانب الحوثي أمام مسؤولياته، مضيفا أن الشعب اليمني الذي أنهكته سنوات الحرب ينتظر من الحوثيين الانخراط في عملية سلام جادة تفضي إلى اتفاق سلام شامل يضع حدا للأزمة ويحفظ للبلد وحدته وسيادته.
وكان التحالف قد أعلن يوم الأربعاء وقف عملياته العسكرية في اليمن دعما لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 سنوات. وقال العميد الركن التركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراء المحادثات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل وقف دائم لإطلاق النار واتخاذ القرار بشأنها لأسباب منها تفادي تفشي محتمل لفيروس كورونا المستجد. ولم يعلن اليمن أي حالات إصابة بالمرض حتى الآن. وأضاف المتحدث أن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تقرر له أسبوعين اعتبارا من 12 من ظهر يوم أمس الخميس بالتوقيت المحلي لليمن. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الداخلية السعودية تعلق رسوم تجديد الإقامات للأجانب. جيبوتي تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. الجامعة العربية ترحب بهدنة في اليمن وتطالب الحوثيين بالتجاوب معها. كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. وفيما يلي مستمعاتي الكريمات ومستمعي الأكارم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله إياكم من هذا الوباء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية، فيها نقدم لكم موضوعا تحت عنوان غواية السرد للدكتور سيد شعبان، خبير في علم اللغة العربية من جمهورية مصر العربية. فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إرينا. يقول الدكتور سيد شعبان، خبير علم اللغة العربية، في موضوعه الذي جاء تحت عنوان غواية السرد: تفترق عوالم الشعر بمفرداته واستعاراته بل وخيالاته عن ذاك السرد الذي قدر للناثر أن يبتلى به، لكن ثمة سؤال أحاول الإجابة عنه: من أين يستمد السارد مادته؟ أعتقد كما يقول الدكتور أن الأشياء الصغيرة هي ما تعطي للكتابة معناها، ربما لا يلتفت إليها أحد، يستخفونها أو يرونها لا تستحق الاهتمام. عين السارد تدرك أهميتها. طفلة تجري حافية القدمين، فتاة تمسح الدموع من عينيها، أشعث يسير في طرقات المدينة، إنسان تائه بائع متجول، عازف ربابة، فتاة تقف وحيدة، ماسح أحذية وقد انحنى يناغم بفرشاته، رجل يرتدي نظارة سوداء ويتسول، راكب بجوارك يختلس النظر إلى هاتفك المحمول، يفتعل حوارا شائكا يدخلك في مسارب الرأي، شجار حول أنثى عند ناصية شارع المدارس، بائع الأطعمة. وهكذا دواليك. إبداع الكاتب الراحل نجيب محفوظ أتى من أنه التفت إلى هذه الأشياء، رصدها في سرده،
لم يلتفت إلى القصور الملكية ولا إلى مواكب الوجهاء، رصد ملامح الحياة في تغيرها، حديث الصباح والمساء، واستمرارية الإنسان في زقاق المدق، صورة لعوالمه أي عوالم الحارة. من هذه النقطة افترق الشعر عن النثر. الشعر خيال مجنح، ولو نزل إلى الأرض لفقد ألقه. أما السرد فمعجون برغيف الخبز ومخلوط بطين الأرض. يكتب بل يصور المهمشين الذين يتسللون في آخر الليل إلى تلك الأماكن المعتمة، بسطاء في كل شيء، في الحب وفي الحلم، باعة الأوهام، يسكنون الأحياء المسورة بكلاب الحراسة. أما هؤلاء فيعتاشون مع كلابهم على كسرات الخبز، ويستدفئون بأسمالهم المغسولة بعرقهم. أعترف بأنني لص أدور حول الحكاية، يخايلني بثيابها القرمزية، تعاندني وتتأبى علي، إنها أنثى كما اللغة. ومن ثم أسرد من هنا وهناك، أجتهد أن أكون يحيى حقي لكنني أعجز. يدهشني في لغتي كيف يتصرف في مفرداتها وفي بنائه التركيبي حين يميل إلى السهولة التي تتمنع على غيره. يبدع الأديب حين يغمس مداد قلمه في تلك الحارات ويسرج مصباحه ويكتب عنهم. لديهم قصص لم تكتب بعد، أحلامهم دائما مؤجلة، يكفيهم أن يمضغوا رغيف الخبز وهم يبتسمون. يمتلك السرد طاقة لينفذ إليهم، يتجول برحابة في شوارعهم، ومن ثم يصف لنا كل ما يجده. لا يحتاج عصرنا عزيزي المستمع، كما يقول الدكتور شعبان، لا يحتاج عصرنا تلك المفردات المجنحة ولا التعابير المسكوكة مما توارثناها في كتب البلاغة. علينا أن نبدع في إطار أبجديتنا تراكيب تفضي إلى دلالات عصرية. فلم تعد الأنثى خرساء الأساور، ولا فلان حاتم كثير الرماد، ولا طويل العماد، فقد انحنى ظهره وهو يحمل سلة الليمون أو يجري وراء حافلات النقل العام وقد تمزق نعله. تعطينا هذه الأشياء الصغيرة مدد السرد الذي يحكي عن إنسان هذا الزمن بكل أحلامه وهزائمه. لا داعي لكل هذه الثرثرة في الأفكار العبثية. أفواه الجوعى تحتاج إلى الرغيف أكثر من شوقها إلى يوم ميلاد ساكن البيت الكبير. في السرد أنت لا تستبد بك اللغة، تتخفف من قيدها إلا قليلا، تنحت من صخور الأبجدية تلك المفردة السهلة التي تعاصر الحدث. لا تجد من يفهم المشرفي الذي يصاحبك ولا المسنونة الرزق كأنياب أغوال، لكنك تجد من يقابلها مما يراه الجوع حين يعضهم الفقر، حين لا تقطع لهم سكين الجزار قطعة لحم يرقبونها في ماعون من الألمنيوم فوق طباخة بلا منظم في علبة من صفيح يسكنها سكان العشوائيات. هذا ظني في السرد وعالمه، كما يقول الدكتور شعبان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويستطرد فيقول: صورة ومفردة تتزاوجان معاذ الله، بل تتبادلان أدوار التعبير، ومن ثم تأتلفان في سرد معبر عن واقع الحياة مع ظل شفيف من جمال اللغة وألقها. شغفت بحكايات السرد العربي وأسماره. ألف ليلة وليلة، خواطر وإلهامات الدراويش، حكايات جحا والعيار والشطارين، السيرة الهلالية، ملاعب على الزيبق، أيام طه حسين وملهمي نجيب محفوظ وحنا مينا،
أورهان باماقون ومركيز بل الأرض لعبد الرحمن الشرقاوي، وأمير تاج السر ذلكم المبدع الذي التقط الأشياء الصغيرة فصنع منها عرائس تتحرك. يخيلني الطيب صالح بنكهة عجيبة في سرده، معجون بالنيل وناسه وحكايات لا تنفد. ديسكوفسكي وقصصه القصيرة من عالم بلاد الثلج، خير شلبي وعالم القرية وشقاء المقدودين من عمال التراحيل، لكنني لست واحدا من هؤلاء، لأنني ما زلت أحبو خلفهم. لكل زمن سرده الذي يدون وقائعه، خيط دقيق بين السرد والتاريخ، كلاهما يعني بالحكي أو يعنى بالحكي، لكن السرد محاط بغلاف من ذات تكتب، وأما التاريخ فوقائع تسرد بحياد عقل يجدر به ألا يكون منتميا، فذا مدعاة للتدليس. أما السارد فيحسن به أن يكون منتميا، يغلف حكيه بهذا المزج بين الذات والواقع. وتحت عنوان فرعي يقول الدكتور شعبان: السرد والمعالجة السينمائية. شغلتني هذه الفكرة كثيرا، آثرت أن أضعها حقيقة ماثلة أمامكم. الكتابة بصمت تدل على صاحبها، الأسلوب هو الرجل، تستطيع أن تعترف أو أن تتعرف على شخصية الجاحظ من تراكيبه، والعقاد من حججه ومنطقه، وطه حسين من وصفه وكثرة دوران مفرداته. ولكنك تعجب من المتنبي كيف ينسبون إليه أبياتا ليست له. ترى هل لفرط عبقريته حاول تقليده؟ من الأشياء الصغيرة ندلف سادتي إلى عالم السرد. كلما تقع عليه عينك أو تسمعه أذنك أو يتذوقه لسانك ويشمه أنفك أو يشعر به قلبك أو تتأمله روحك أو يتدبره عقلك، تكمن خلفه آلاف القصص والحكايات التي تستحق أن تسجل أو تروى. يصحبنا القلم ويشاغب علينا الهوى، تلك الأنثى التي تفتحت عليها عيوننا، كلنا حاول أن يكتب إليها كلمة ينتظرها فينتشي طربا. براءة العيون التي نسترق بها النظر خلسة، أي صديق غير السرد يمدنا بمفرداته لنعبر بها. حين ننكسر ونتألم ونبكي ضياع الحلم، نستحضر صورة وراء أخرى، نختزن الحكايات كما فعلت الجدات في الكرار. لذا وجد كثيرون أن السينما مضرة بالقراءة، تشغلهم عن معايشة النص الأصلي. هل جنت على نجيب محفوظ أم أذاعت أدبه؟ قصرت رؤية واحدة على نصه، هذا ما كان حقه للتوضيح، وأظهرت ما تمنى السارد اختفاء أو احتفاءه. لذلك لا غنى عن مطالعة النص الأصلي، نراجع المشاهد في ضوء مراد الكاتب. فالسينما رؤية السيناريست كما يحب، لا الكاتب كما تمنى. من حق المؤلف أن يغضب لنصه الذي تصرف فيه السيناريو، لكنه في أحيان كثيرة يسر حين يجد سرده يتحرك في معالجة درامية يتفاعل معها الجمهور المشاهد وتغدو كائنا حيا. هذه إذاعة إرنا. لازلتم سيداتي سادتي مع إذاعة إرنا الدولية في باريس، وهذه الحلقة من برنامج نافذة ثقافية، وتحدثنا عن غواية السرد للدكتور سيد شعبان خبير اللغة العربية من جمهورية مصر العربية. في ختام مقاله يقول: بالفعل ثقافة الصورة تيمت الذائقة الأدبية، تقوم بدور سلبي في إشباع القارئ. معظمنا حين يشاهد الروائع الأدبية مشاهدة في عمل سينمائي ينصرف عن مطالعة السرد. لذا علينا أن نعرف بأعمال الرواد والمبدعين. هل يكفي مثلا أن ينص عند عرض الفيلم
أن ينوه المخرج إلى بعض التعديلات التي قام بها خروجا عن النص الأصلي. بهذا التساؤل سادتي ينهي الدكتور سيد شعبان مقالته تحت عنوان غواية السرد، وهو خبير في اللغة العربية. كونوا معنا سادة المستمعين، وسنقرأ عليكم قصيدة في ختام هذه الحلقة من برنامج نافذة ثقافية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج نافذة ثقافية ارتأيت أن أقرأ عليكم قصيدة للشاعر الراحل الشاعر العربي اليمني الكبير عبد الله البردوني، وقصيدة أبو تمام وعروبة اليوم. يقول البردوني: ما أصدق السيف إن لم ينضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدغ الغضب. بيض الصفائح أهدى حين تحملها، أيد إذا غلبت يعلو بها الغلب. وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم سوى فهم كم، أو سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا. أدهى من الجهل علم يطمئن إلى أنصاف ناس طغوا بالعلم واغتصبوا. قالوا هم البشر الأرقى، وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. ماذا جرى يا أبا تمام تسألني؟ عفوا سأروي ولا تسأل، وما السبب؟ يدمى السؤال حياء حين نسأله، كيف احتفت بالعدا حيف أو النقب. ماذا يلبي أما إصرار معتصم؟ كلا وأخزى من الإفشين ما طلبوا. اليوم عادت علوج الروم فاتحة، وموطن العرب المسلوب والسلب. ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم نصدق، وقد صدق التنجيم والكتب. فأطفأت شهب الميراج أنجمنا، وشمسنا، وتحدت نارها الحطب. وقاتلت دوننا الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا. حكامنا إن تصدوا للحمى اقتحموا، وإن تصدى لهم المستعمر انسحبوا. هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم، ويدعون وثوبا قبل أن يثبوا. الحاكمون وواشنطن حكومتهم، واللامعون وما شعوا ولا غربوا. القاتلون نبوغ الشعب ترضية للمعتدين، وما أجدتهم القرب. لهم شموخ المثنى ظاهرا، ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسب. ماذا ترى يا أبا تمام؟ هل كذبت أحسابنا أو تناسى عرقه الذهب؟ عروبة اليوم أخرى لا ينم على وجودها اسم ولا لون ولا لقب. 90,000 لعمورية اتقدوا، وللمنجم قالوا إننا الشهب. طيل انتظار قطاف الكرم، ما انتظروا نضج العناقيد، لكن قبلها التهبوا. واليوم 90 مليونا وما بلغوا نضجا، وقد عصر الزيتون والعنب.
تنسى الرؤوس العوالي نار نخوتها، إذا امتطاها إلى أسياده الذنب. حبيب وافيت من صنعاء يحملني نسر وخلف ضلوعي يلهث العرب. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقاها السل والجرب. ماتت بصندوقي وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. كانت تراقب صبح البعث فانبعثت في الحلم، ثم ارتمت تغفو وترتقب. لكنها رغم بخل الغيث ما برحت حبلى، وفي بطنها قحطان أو كرب. وفي أسى مقلتيها يغتلي يمن ثان كحلم الصبا ينأى ويقترب. حبيب تسأل عن حالي وكيف أنا، شبابة في شفاه الريح تنتحب. كانت بلادك رحلا ظهر ناجية، أما بلادي فلا ظهر ولا غبب. أرعيت كل جديب لحم راحلة كانت رعته وماء الروض ينسكب. ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى، لأن طريق الراحة التعب. لكن أنا راحل في غير ما سفر، رحلي دمي وطريق الجمر والحطب. إذا امتطيت ركابا للنوى فأنا في داخلي أمتطي ناري وأغترب. قبري ومأساة ميلادي على كتفي، وحولي العدم المنفوخ والصخب. حبيب هذا صداك اليوم أنشده، لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟ ماذا أتعجب من شيبي على صغري؟ إني ولدت عجوزا كيف تعتجب؟ واليوم أذوي وطيش الفن يعزفني، والأربعون على خدي تلتهب. كذا إذا ابيض إيناع الحياة على وجه الأديب، أضاء الفكر والأدب. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية. في الجزء الأول قدمنا لكم موضوعا تحت عنوان غواية السرد للدكتور سيد شعبان الخبير اللغوي من جمهورية مصر العربية، واتكأنا في الأخير مع الشاعر العربي الكبير عبد الله البردوني رحمه الله في قصيدة أبو تمام وعروبة اليوم. قرأنا لكم جانبا منها، له الرحمة والمغفرة. ولكم سادتي منا جميعا غاية التحية والاحترام. كان معكم أحمد شريف، وتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم. فيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وزارة الداخلية السعودية تعلق رسوم تجديد الإقامات. أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن وزارة الداخلية أصدرت قراراً علقت بموجبه رسوم تجديد الإقامة للأفراد والأسر من الجاليات الأجنبية في المملكة، وذلك حتى نهاية شهر يونيو المقبل. وجاء هذا القرار بسبب جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم. وفي الوقت الذي علقت فيه السلطات السعودية رسوم تجديد الإقامة بالنسبة للأجانب، تقوم كل من السفارة الإريترية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بفرض رسوم على المواطنين الإريتريين ضمن ما يسمى بحملة التبرعات ضد فيروس كورونا في إريتريا. جيبوتي تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. ذكرت وزارة الصحة الجيبوتية بأنها سجلت أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا. على صعيد آخر،
أعلنت وزارة الصحة الإريترية من جانبها بأن عدد الحالات المسجلة رسميا في البلاد للمصابين بفيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 33 حالة، ولم تسجل أي حالة وفاة بالمرض في إريتريا حتى اليوم. الجامعة العربية ترحب بهدنة اليمن وتطالب الحوثيين بالتجاوب معها. رحبت جامعة الدول العربية يوم الأربعاء الماضي بقرار التحالف العربي الذي تقوده السعودية بوقف إطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، وطالبت الجامعة الحوثيين بالتجاوب مع المبادرة التي تمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم، كما قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو القيط. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيما يلي مستمعاتي الكريمات ومستمعي الأكارم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لمقاومة فيروس كورونا. هذه إذاعة إرنا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نذكركم بأنكم تستمعون إلى الحلقة الأخيرة من برنامج نافذة ثقافية، والذي سوف نستبدله ابتداء من الجمعة المقبل ببرنامج تعليق على الحدث. ونتوقف عن بث برنامج يوم الاثنين من كل أسبوع بسبب الظروف الصحية التي يشهدها العالم حاليا، على أن نعاود معكم البرنامج، على أن نلتقي بكم يوم الأربعاء المقبل في حلقة ضمن برنامج متابعات. وحتى ذلك الحين لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.